السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد اليوم نهضر على المقابلة ديال الكلاسيكو ما بين الرجاء والجيش اللي تلعبت البارح. للأسف الشديد بغينا نهضرو تقنيا مستوى شكون الفريق اللي كان أحسن وهادي، وبغينا نهضرو على التحكيم ولا غادي نهضرو على الشغف. أنا غير واحد القضية نقولها، أنا تنحمل المسؤولية الناس المسؤولين على كرة القدم، بجميع الأطياف، كاع اللي مسؤول على كرة القدم مسؤول عليها. حنا كلنا كنا تنطالبوا كل فريق يلعب بالجمهور ديالو. تنعرفوا الجمهور ديال الجيش وتعرفوا الجمهور ديال بركان، ما تيتاخذوا بحقهم حتى عقوبات، وشكون اللي تيتساهل معاهم الله اعلم، شكون اللي تيحميهم الله اعلم. شفنا رجاو كازا باقي الخميس الاسود عمري نشوف في التاريخ ديال كازا، تيعطيهم فراج كبير تيحميهم، تيديروا الفوضى تيمشيو عندهم الرباط نفس قال يديروا الفوضى. حنا كنا طالبوا كل فريق يلعب بالجمهور، ما بغيناش مشاكل، ما بغيناش ضحايا. هذه كرة القدم، وقلت واحد الفيديو قبل من الكرة، قلت اودي هذه تبقى مجرد لعبة، كاين انتصار كاين تعادل كاين هزيمة. كرة القدم راه مبنية بحال هكا. انا تنقول اولاد القضيه ديال الشغب اللي كثر عندنا في المغرب راه كارثه عظمى، خصنا نديروا ليه حد. اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، تكون اشد عقوبه، وكاين بالفيديو ديالو، ما يبقاش يجي مو ولا با يقول لك حشومه ولا ما لا. شوفي الفيديو ديال ولدك ها اللي دار البارح. ملي تنشوفوا الصور في التواصل الاجتماعي داكشي اللي داروا الجيش راه كارثه عظمى. امر كبير وما خلاوش افتقار، دخلوا المنصه ديال الصحافه. واش هادو ما عرفتش شكون اللي تيحميهم؟ راه تاريخيا راه تنعقل عليهم، لكن انت مش راه نفس القضيه تيتحماو. انا ما عرفتش واش حنا جينا شي مصيبه اخرى منين جينا؟ واش حنا استعمار ولا شنو؟ ملي تنشوفوا في هاد كره القدم وهاد الشغب الرياضي ملي تنشوفوه. طب انا داك عندنا هنا في كازا خص يدار ليه حد، تكون اشد عقوبه. اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. شي تنعرف انا في الرياض، وكل فريق يلعب بالجمهور ديالو. الله يجازيكم بخير، راه شي تديروا فيه راه عيب. الجيش هادشي كان التواصل الاجتماعي ما يمكنش تكون شي مصيبه، وداروا فيراج قريب للجيش الملكي ودخلوا عندهم واستفزدوهم الجيش الملكي هما الاولين. ماشي كلشي في لي فيديو، بقاش يخمق لنا شي واحد حكا هذا ولا ما. انا كنت نتمنى الجمهور ديال الرجاء ما يمشيش، او تنقولها ونعاود الناس مسؤولين على الرياض. كل فريق يلعب بالجمهور ديالو. حنا لعبنا مع الفتح بخير، دارت الامور الملعب بلان، ما كاين لا مشاكل لا والو، كلشي مشينا ناشطين، مشينا بحال هذا. مع الجيش اللي تتفتخروا تقول لنا هو الجيش فريق مغربي وتحبوا كاع المغاربه، لا تتحبوها انت، ما تنافقناش. انا ما تنبغيش. في كاين مشكل عندي، تنعرف الرجاء اللي تنعرف، انا فرقتي تنعرف الرجاء اللي تنعرف حتى فرقه نبغي نفرج، انا بغيت فرقه. منين تنشوف الجمهور ديال بحال راه ضروري ما نبغيهاش. تنبغيها ملي كانت تيمومي وكنتحان الناس وتعرفوا كانوا تنتفرجوا الناس تكون اخلاق بحال هاد الجماهير. انا خلينا تنمشيو خارج كازا نتبعوا الرجاء، تنفرجوا بحال غادي نسافر نشوف واحد المدينه وتنبرك والرواج داير وكلشي داير. انا تنتمنى يحبسوا القضيه ديال الجماهير، كل فريق يلعب مع يلعب بالجمهور ديالو بس، كل واحد. والشغب اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. هادشي الشغب الرياضي اللي تنشوفو في المغرب راه صعيب، الناس ولات تخاف. كاين ما بقاش يصدموا بيتو الا كان. انا تنهضر معاك حتى في الضاربين، لا هادو مضاربين مع هادو، لا هادو مضاربين. اش غادي نفرقوا الورث؟ نضربوا مع اسرائيل واخا، اش غادي نضارب؟ انا ماشي نضارب. تيحرروا فلسطين واخا، اخويا مسلم بحالي بحالو، واحد غادي بطوموبيل تينهرس عليك ولا تلقى لك يضربك موس، ولا فكروا على والديكم. المستقبل تتهرسوه، ضرب واجيز المستقبل يتهرس ضرب واجيز. وفي الاخر هو كون صحابني ما كانش كون صحابني. فكر، تنتمنى من الناس ديال الصوت تاخذ قرارات تكون صارمه. اي فريق يلعب بالجمهور ديالو بس، وداكشي اللي شلنا في التواصل الاجتماعي تيخلع. باش نهضروا على الكره تقنيه ولينا تنهضروا على الشغف. وهادشي كان منتظر، بقاش يكذب علينا شي واحد حكا وحنا في القرن 21 و2026 ونظموا كوب ديمون. لا هضره خاوي. هادشي كان منتظر. هذاك الجمهور والجمهور ديال بركان محميين. انا تنقولوا الرياضه مادام فيها باك صاحبي راه ما غاديش تطور على جميع القطاعات. شي في الرياضه راه بحال المنتخب، كاين باك صاحبي هو اللي خدام. لا الفريق لا ما يلعبش اليوم، لا ما يفيق، لا يلعب مع الجوج، لا خليتي 4، لا حتى 6، لا الفريق خصو يلعب اليوم، لا غادي حكا يسافر وما يسافر حتى الغد ليه. راه هادي خرجت علينا، هادي خرجت علينا في كره القدم.
اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر الساعه. الناس اللي مسؤولين على القطاع الرياضي ما عندهم حتى علاقه بالرياضه، التنظيم الرياضي. غتقول لي حكا المنتخب، هذاك المنتخب ما عنده حتى علاقه. تهضروا على البطوله، البطوله ديزا قويه ومستوى عالي، نقدروا نسوق الناس، ما يقدروش يسوقوا لنا سنين وما على راس الهرم ديال الرياض، ما يقدروش يسوقوا لنا بطوله. ما يقدروش عندنا واحد المنحه اللي في المستوى ديال البطوله. واش النقل ما تعرفوش تنقلوا مقابل ديال مقاليه وعرفتي ملاعب مستوى عالمي والكاميرا؟ فين هما الكاميرا البارح؟ فين هما؟ نتمنى عند الله كل واحد يتخذ البصره ديالو، ونتمنى كل فريق يلعب مع الجمهور ديالو. غادي نرجع للمقابله. انا غير نقول لكم اقسم بايات الرحمن الى عمرنا نطوروا التحكيم مادام الناس على راس ديال التحكيم، ما بحقوا الناس مقابلين هذيك الرياضه. لا العصبه لا رئيس الجامعه، انا كلشي تنحمل المسؤوليه. رئيس الجامعه قال لك حنا نتكلموا بالتحكيم. هاي الشريف 60 مره تنقولوها، مقابله حساسه خصنا حكم اجنبي. واش تفرجوا في الاهلي وبيراميدز؟ واش الحكام اللي عند مصر هما اللي عندنا حنا؟ حكام ديال مصر راه مشاو ابعد ممكن في البطولات، كاين يحكم دوي فينال، كاين يحكم فينال، وتيجيبوا حكم اجنبي. سالينا الاهلي اللي تنقولوا راه عندها تدخلات بجامع، جابوا لهم حكم اجنبي، راه خسروا مع بيراميدز بثلاثه. حكم اجنبي داك الغوال ديالو داك ما كانش معاه. شفنا ديال 4-4 ديال الديربي، شفنا ديال الجيش مع بركان في عصبه الابطال. الاجنبي شوف واخا يخطا مهم اجنبي. اما كارثه عندنا. شوف حتى الناس اللي مسؤولين على التحكيم عندنا في المغرب واش عندهم شي باع في التحكيم في تظاهرات رياضيه خارجيه؟ انا نقول لك لا. اذا علاش غادي نديروا على الهرم؟ جا مغربي من الميريكان باش يدير، وقلتها قلت والله حتى غيديروا لي عصا فرويده، وداروا لي عصا فرويده ومشى. حتى البلاغ ديال الجامعه ما قالش لي علاش، حكا مساله خاص. لا كذبتي علينا، هذيك عصا فرويده جابوا على الفرنسي، حكا تيغوت علينا، دار راه كارثه. تنقول لك والله لا تطور لنا الكره الوطنيه في التحكيم، ونبنعاني بغيتونا بحال هكا باش تبقى تجيبوا لنا اللاعب ديال المهجر ديال المنتخبات. هكا راه كاين، لا كاين الكره عندنا اللي ما كاينينش. هما الناس مسؤولين على القطاع الرياضي اللي ما عندهم حتى علاقه بالرياض. تنقول واحد اذا سندت الامور الى اهلها فانتظر الساعه. المقابله كلاسيكو ممتاز، انا نقولها ونعاودها. مقابله ما كانش فيها شي عنف، مثلا تدخلات عنيفه ما كانش. كان روح رياضي باللاعبين، ما كان اللي فسد كره القدم هو الحكم. هي الجيش داخلين بواحد القوه وصفرين وعليهم ضغط وباغيين يربحوا الحكم حريماتي بوس. هكا كره القدم راه ماشي حكم دون المستوى، حكم ما عندوش شخصيه اصلا. ودي عندك في اخطاء كارثيه. تصور لاكسيون ما تيخليهاش، تقطع لاكسيون، يعطيك الصفره اللي من بغا. انا بغيت نعرف هذيك البيلانتي ديك الاورجو منين جاب. خطا ديال الوداد درتو وباقي عاودي درتكم نفس الاخطاء. شوف والله حتى الفار فيه تلاعبات، واليوم جمعه هي الفار فيه تلاعبات. حكم حكا شاب اش غيدير لهم حكم شاب؟ هذا راه الروتور. خصنا حكم اجنبي اللي غادي يعطينا ونرضوا بالتحكيم ديالو. حيتي ضربه جزاء عطيتهم بيت اورجو ديال رقم 7 اللي هما سبحان الله عندهم واحد الانضباط، كل ما تيبكيو عطي طيح تيبكي. عطيتهم بيت اورجو، حيتي لنا بيلانتي، حيتي لاكسوني مشى بها ماتياس والودي طاح راسو، ما عنده الصحه شنو نديروا ليه حنا؟ طاح راسو. اما في اللقطات كلهم كاينين، طاح راسو. خليتونا شويه قدام الحكام العالم تيتفرجوا فينا. ولكن نتوما ما عندكم نفس، ما عندكمش مشكل ديال يضحكوا لنا، ما عندكمش مشكل. هادشي راه سيني وتنقول بكري كانوا الناس بابسط المساكن، كانت الكره ديالنا مسوقه، كاين بين سبورت، كاين ايرتا، وكنا نتفرجوا معلقين، حتى معلقين في المستوى عالي وتعطيك الراي. حتى انت تقول لك ولكم الحكم، حتى شي لكم الحكم، حتى لا جاينك معلق، حتى معلق لا لكم الحكم حتى التعليق. وتيجيبوا لنا شي حكام وراه عنده الحق. حتى شنو عنده الحق؟ هادي الوداد قلتو 20 سنتيم، علاش 20 سنتيم ولا 20 سنتيم راه خارج كله، وباقي نفس الخطر ارتكبنا مع ديال الكلاسيكو. حشومه هذيك المقابله، العالم كامل تيتفرج، كانت قويه خاصه الشوط الثاني. وما الشوط الاول نقول لك 50-50. تنقولش انا كرجاوي رجا كانوا كبار، كانوا مستوى، لا كانت اخطاء من اللاعبين. انا بحال دابا هضرت معايا نقول لك بحال بولكسوت، بحال الاخر سميتو ديال تطوان كاع الله الا سميتو نسات لي، خصهم يريحوا. بولكسوت ماشي هو المستوى ديال بولكسوت صراحه.
باش نكونوا واقعيين. كاين عم الود، كاين مشخشخ، دابا حنا بثلاثه بانون خفيفيو ونقدم. كاين المشكل مستوى عالي والسنه خاصو يطور المدرب. شوف ما عندناش مشكل لاعبين، انا باش نقولها انا كرجل ما عندناش مشكل لاعبين، عندنا مشكل ديال المدرب سوء توظيف. انا البارح مليوتي انا تنقولها دشتي الرجل تكنيكمون فور على سميتو على الجيش من ناحيه تنهضر تقنيا، اما الجيش وانت راه واقفين دار واحد بريسينغ وإذا شفنا الوسط ولا الانضاء كلهم بعاد على الديفونس. يلاه تيبان لي غولي تيجيب له هو مكعازي، ما يمكنش مكعازي يلعب بوحدو. فردوسي فين كان؟ يلاه فكرت فردوسي فين كان؟ بوكراين انا ما عرفتش كيفاش لعب. انا شوف خطا ديال المدرب تنتقروش، اما تحكيم كارثي. شوف ضيعتونا مع بركان اللي هذاك تلعب بحال الحوته بحال في الماء، وقولوا لي عاوتاني راه خطا هذاك متعمد. حتى البارح التحكيم كان متعمد، انحياز الجيش ومع بركان كان انحياز بركان. شفنا كيفاش تلاح ما خاصو حتى واحد، وبيجا في تعادل الى 2 بوان ضعنا فيه، ومع الجيش ضعنا واخا بوان راه 3 بوان. هذيك 3 بوان على 33 راه 36 هذيك 20 اللي ضعنا فيها. مع بركان كومسا بقول لي راه حكاره، لا ما تقولش لي الحكم كاين تحيز، كاين باك صاحبي وراء الجميع. الجيش تنعرفوها ديال العسكر راه تاريخيا بحال هكا، راه اللاعب ديال الجيش راه كان الجيش راه كيجيبوا لاعب صحه. الجيش كرة القدم راه ماشي هي، الجيش عندهم فريق قوي، اذا خليه يلعب كورته. جبنا حكم اجنبي، بغينا حكم اجانب في باقي الدورات. شوفوا المقابلات الحساسه لا غيطيح ولا غادي يلعب على البطوله، خصنا حكام اجانب. خصنا نتقبلوا عندنا حكام دون المستوى، ضعاف من الضعفاء. والدليل عمرهم ما شاركوا في شي مقابلات شي تظاهرات كبيره ومشاو ابعد ممكن. جي الدار تاع ايام كوب دي موند اللي عطاو فار وبركوا كرسي ماشي تا فار، عا برك الكرسي قال لي ها شوف واسكت. وعاش نعطيوه حنا يكون مسؤول على التحكيم. نسناو التحكيم مع الاسف. مقابله بين اللاعبين ما كانتش تدخلات عنيفه، ولكن كان الحكم هو اللي ضعف المقابله. خلينا تنهضروا بزاف اكثر ما تنهضروا تقنيا مع الاسف الشديد. والله التحكيم لازمنا بيا لقدام. مشي الحكام اي دولي غادي يمشي دولي غادي نبدا نديروا ليه الفيديو ديالو ونصيفطوها الفيفا ونصيفطوها لاكار. هذاك ما خصوش يحكم. هضر على راسك رجاء، ونتمنى الرجاويين يديروا بحال هكا ولا ودادين كما بغا يكون. كاع اللي شاف راسو ضاع اي حكم غادي يمشي كحكم دولي نصيفطوا له الاخطاء ديالو ونصيفطوها كما صيفطنا بكري ديال الجياد وديال هادو ما يستاهلوش يكونوا حكام. مقابله بحال ديك كلاسيكو ومهمه. انا حتى ديك النرفازه اللي داخلين بها الجيش انا تخلعت، او ما مصفرين كان عندهم ضغط كبير باغي يربحوا بمقابله باي طريقه. لا يربحوا بالكره مرحبا، فريق قوي هذا الموسم تنقولوها ونعاودها. انا رجاوي فريق الجيش فريق قوي هذا الموسم. البارح ما كانش المستوى اللي تنعرفوه قوي، وكان حكم فسد المقابله. ما بقاش يقول لي شي واحد اخطا حق تحكيميه، هذا كان مقصود بحال ديال بركان اللي كان مع الرجاء مقصود. لاعب ما قاسو حتى واحد، عطاهم كفره تسجيل بالهدف. وديال البارح ديال الجيش كارثه بحال ديت وتوكل عطاونا ضربه جزاء وكنا ديك الساعه دخلنا شويه ممتازين. عطاني بلانتي غادي نمشي للجيش انا في الطريق ناكلها على يقين. كون عطانا بلانتي غناكلوه مع الاسف الشديد. انا تنقولها ونعاود والله لا طورتوا كره القدم، والله لا طورتوا التحكيم. تنقول لك كويريه كاينين كره القدم كاين بسببكم نتوما بالعنيد. مقصود هادشي مقصود. كلشي اللي داك حكام نجيبو انا واش كنتي عارفو شبينو بغيتي تحكي. مع الاسف الشديد راه شوف ديال الوداد اللي درتو لي راه كارثه عظمى. قدر شي خطا نكون وتا كره مشى بها وادني لا اش هو ودني ما عنده الصحه طاح اش بندير ليه ولا نديرو له. وما قاسوش هما الثوره كاينين ما قاسوش كاع. خليتونا ضحكه قدام الحكام الاجانب يضحكوا علينا مع الاسف الشديد. نتمنى التوفيق ونشوف اللي شفنا اول مره يديرنا اول لايك بارطاجيو لنا التعليقات ديالكم وديما راجع. السلام ورحمه الله.